هنصمم موديل الازازة ونحط اللوجو ونعمل يعني الخلفية البسيطة اللي احنا شايفينها دي، بحيث انها تدينا المنظر الجميل اللي انت شايفه ده. في الاول نطلع نفتح صفحة جديدة جنرال. كالعادة بنشيل الحاجات الوحشة اللي ملهاش لازمة دي، نضغط على واحد، نيجي من هنا عشان اي اختصار او اي حاجة هضغط عليها تبقى ظاهرة، شيفت ايه، ونجيب من الايميج ريفرنس، والصورة هتلاقيها محطوطة، الصورة اللي انا هنحتاجها اشتغل عليها، ادي جي زد، نطلعها فوق شوية، نضغط ان، نحاول نقلل من حدة الضوء او حدة الصورة دي، نخليها خفيف تبقى شفافة شوية. كويس، جميل. اولا نسيف شغلنا، احنا لسه في البداية. ماشي، شيفت ايه، وهنجيب سايكل نقللها شوية كده، محتاجين نجيب الصورة دي على جنب، نحاول نوسطنها كده. ماشي، نضغط على تاب، بعدين اي زد لفوق، تمام. طب احنا عايزين هي محتاجة تبقى صغيرة عن كده شوية، يبقى اس شيفت زد، نحاول نقللها شوية كده. ماشي، نرجع تاني نجيب دي شوية، حاجة بسيطة. طيب من فوق اختار الجزء اللي فوق، جي زد، تمام. بعدين اي زد شوية، وبعدين اس، بعدين اي اس. حاول نعمل كده واحدة واحدة لحد ما نعمل الكيرف اللي عندنا ده، تمام. اي زد اس، نوسع دي شوية من هنا، اي زد لفوق كده، تمام. طب ننزل الجزء اللي تحت، احنا برضو مظبطناهاش من تحت، هنيجي هنا صار كده، بعدين اي اس الجزء ده لتحت، بعدين اف، بعدين اي زد لفوق، بعدين اس كده شوية. يعني حدد الجزء اللي احنا حديناه ده مع ده، اختار كنترول بي، نعمل بيفل شوية، تمام. اختار الجزء اللي فوق ده، نضغط واحد من هنا، كنترول ايه، اختار سكيل، بعدين نرجع هنا كنترول بي، نعمل بيفل شوية، تمام. الله ينور يا فخري. نطلع لفوق شوية، ماشي، نضغط كنترول تي، نعمل شوية، كليك يمين شاد سموث، جميل. عايزين نظبط الحتة دي من هنا، كنترول ار، نطلع بيه فوق شوية كده، تمام. واللي فوق ده برضه عايز ننزل، كنترول ار، نظبطها من هنا، ماشي. طيب عايزين نديله سمك، فأول نشوف هل هو مظبوط من تحت برضه، كويس، بس ممكن برضه كويس من تحت، خلاص. عايزين ندي الإزازة دي سمك، هنيجي هنا
ادد موديفاير، ونيجي على سوليديفاي زي ما انت شايف كده. هنزود من هنا شوية، طلعت كده شكلها كويس. نضغط ابلاي، وبعدين نرجع تاني للإزازة، كليك يمين، وبعدين نضغط كنترول ار، نضغط هنا كنترول بي، بس كده ادي بقت ازازة زي الفل. رجع دي لورا، جي واي، ماشي. احنا ممكن لو خفينا كده في حاجة هنا مش مظبوطة، ممكن نضغط دي كده، وبعدين اس كده، شكلها بقى ايه، بقى عاطفي اكتر. طب الازازة دي احنا ممكن نديها كمان ايه، لا احنا كده تمام، كنا خافين سب ديفيجن عشان كده مش كانت مظبوطة كده زي الفل. نعمل الغطا، يلا بينا. وانا في جزء هنا كده عايزين نظبطه، عامة ده مش هيبقى ظاهر بس يعني شوية حركات كده. هنحدد، ناخد اي حاجة من هنا كده، وبعدين شيفت دي، كليك يمين، بي سيلكشن، نرجع تاني ناخد الجزء اللي احنا حددناه، وبعدين دي زد لفوق. طب نخفي الجزء ده عشان نعرف نشتغل براحتنا، نلغي السب ديفيجن بتاع الجزء ده، نرجع تاني كده نحدده كله، وبعدين اف، ماشي، واحد جي زد، بعدين نكبرها شوية اس سكيل، اي زد، كمان زد، لو لقيتها مش مظبوطة معاك اضغط زد مرتين وانزل لحد هنا زي الفل. دوس على سلاش. لو احنا دلوقتي رجعنا سب ديفيجن ممكن تلاقي شكلها مش مظبوط. طب احنا هنعمل ايه في القصة دي؟ او خلينا ظاهرة كده عشان نشوف. هنيجي هنا، احنا ممكن نديها كمان سونك سوليديفاي، نلغي ده، نلغي السطح اللي جوه الكيمين، نلغي ده، اكس فيس زي ما انت شايف كده. مش هنيجي هنا، حدد السطح اللي فوق، كنترول بي، الجزء اللي تحت برضه. عشان تعرف تعمل بيفل هنا لازم تفعل السوليديفاي ده، تدوس ابلاي، بعدين ترجع هنا بي، يجي على الجزء اللي جوه برضه، حاجة خفيفة كده، كليك يمين شادو سموث، نرجع تاني على سلاش، دوس واحد، كويسة كده. يلا على بركة الله. نيجي بقى للجزء الممتع في الموضوع كله، وهو اللي احنا ازاي نحط الماتيريال بتاعتنا. جبنا الصورة اللي ورا دي كده، دي اكس على جنب، عايزين بقى نحط اللوجو ونحط الماتيريال بتاعتنا اللي احنا عايزينها. يلا بينا. مش نيجي هنا اولا نخلي دي سايكل، السي بي يو نخلي جي بي يو، ممكن نخفي الصورة دي دلوقتي مش عايزينها، ما ننساش نسيف الشغل بتاعنا. بعدين شيفت ايه، ونجيب الكاميرا ونضغط كنترول الت زيرو، نخلي دي نعكس، او لا نعكس ولا حاجة، نخلي دي 1080 برضه. تمام. تحدد الكاميرا، تضغط جي زد مرتين، تتحرك بالكاميرا قدام وورا، شد الماوس قدام وورا، تمام. او تحركه زي ما انت عايز، ممكن تمسك الكاميرا وتظبط زي ما انت عايز كده. تمام. احنا بقى نقسم الشاشة دي لنصين،
خلي جزء للريندر، خلي الجزء ده للريندر زد، يطلع لفوق ريندر. طيب في الاول لازم نجيب ال HDRI اللي معانا، هي دي اللي معانا. عايزين نحط طبعا الكيوب اللي بيتحط تحت ده الاول. شيفت ايه، في حاجة كده تمام. نرجع تاني للسوليد عشان الكمبيوتر يبقى خفيف معانا. واحد، هي زد، ننزل تمام. كبر الكيوب ده شوية، سكيل، جي زد زي الفل. ننزل بالكاميرا دي تحت شوية، يزيد، نرجع بقى لورا. احنا لو دوسنا على 3 كده نجيب الكاميرا، ممكن نخليها كده جي زد. طب الكاميرا تظبط المنظر زي ما انت عايز. تمام. نيجي بقى نعمل المنظر اللي ورا ده، هنعمله ازاي؟ هنختار الكيوب ده، نضغط على 7، بعدين شيفت دي، نرجع بيه لورا شوية الواي، وبعدين روتيت 45 درجة، وهنيجي هنا نضغط على تاب ونشيل فيس، نشيل الجزء ده والجزء اللي فوق والجزء اللي تحت والجزء ده اكس فيس، وبعدين نختاره ونضغط اس، كبره. تمام. جي زد لفوق، وبعدين اس زد، نضغط، نرجع كده تاني نشوف الشكل هنا عامل ازاي زي ما انت شايف. طبعا احنا عايزين نشوف الشكل ده بس، مش عايزين نشوف المنظر الغريب اللي ورا ده. نضغط كنترول اي ونحدد الجزء ده. الله ينور عليك. طيب كبر الجزء ده شوية، زي ما انت عايز بقى، انت وخيالك. ماشي. هنيجي هنا من الكاميرا هنقرب شوية، خلي المسافة دي كده بس، هنرجع بالكاميرا نفسها جي واي. مننساش نسيف دي حاجة. يلا بقى نحط الماتيريال بتاعتنا. هنيجي هنا ونختار شيدر اديتور، نضغط على ان، ونجيب الازازة الجميلة بتاعتنا ونختار نيو ماتيريال. يلا بينا. اولا طبعا لو الشكل ده متغير عندك ممكن تغيره انت عادي. انا ممكن اشوف فيديو، اعمل فيديو ازاي تغيره، انا مش عارف بصراحة، لان انا نزلت البلندر النسخة الجديدة اللي معايا بالمنظر ده. وعادة بتلاقي عندك دايرة وانت بتتغير الاضاءة زي ما انت عايز او تحركها من هنا، فمش هتختلف كتير يعني. ماشي. هنيجي بالاول نختار اللون اللي احنا عايزينه. اختار انت اللون اللي انت عايزه بقى، مش هتفرق. ده اول حاجة، وليكن هو ده المثل. هنيجي هنا اول حاجة هنعملها، هنضغط على شيفت ايه ونجيب بامب، خلي بالانجليزي بامب، حاجة بامب، ومن نورمال لانه نورمال. جميل. وبعدين يا سيدي هنيجي على النويز تكستشر، شيفت ايه نويز تكستشر. جميل. باك الهاي، شكلها كده بقى يعني بشع شوية، هنبدأ نتحكم فيها دلوقتي. هنضغط هنا كنترول تي، هجيب لك المابنج،
التكستشر كوردينيت. طبعا هخليها من الاوبجكت كده. لو الحاجه دي ما ظهرتش معاك تيجي هنا تختار بريفرنس، وتيجي هنا على الاكستنشن وتكتب من هنا ولا تقريبا من هنا، اللي هي دي نود رونج، تفعل الاختيار ده. ماشي. ازاي بقى نتحكم في الشكل ده؟ هنيجي هنا نخلي دي وليكن تكبرها، كل ما تكبرها كل اما السكيل يكبر كل ما تصغر معاك ويبقى شكلها. طبعا عشان الشاشه دي ما تقعدش عامله المنظر ده هنخليها على الماتيريال. يلا يا عم الكمبيوتر. ماشي. كنترول اس، لازم تسيف كل شويه. كبر شويه. ماشي. حلو. كمان شويه. شايف هنخليها المنظر يعني ريندر افضل بصراحه، اقل الواحد بيحس بيعمل حاجه. ماشي. احنا ممكن نيجي هنا نخلي ده 10 دلوقتي عشان ما تطوقش معانا واحنا شغالين. نكبرها شويه. نيجي هنا نخلي دي 0.2. ماشي. ما هو 0.1 زي ما انت عايز. 0.1. نقلل دي شويه. دي هتديك ملمس اللي هي البلاستيك بتاع الزجاجة كده. اظن ان هو بدأ يبقى واضح. دي حاجة. الغطا من فوق هيبقى نفس الماتيريال، نفس الحاجة، بس هنغير بس فيه حاجة بسيطة. نضغط هنا عشان احنا عايزين نشتغل على الغطا بس ما يأثرش على الجزء اللي تحت. عايزين نغير شوية في الغطا. هنعمل ايه؟ نرجع الاول السوليد، هنا نختار الجزء ده، اضغط على سلاش، هنحدد 3، هنحدد السطح ده، كنترول زد. حدد كذا سطح اللي انت عايزه ده عشان نغير لونه اسود. ماشي. وهنيجي هنا نختار نيو اساين. لو رجعنا تاني هتلاقي اتغير لونه. هنيجي احنا هنا بقى للون ده، هنختار برضو نفس الماتيريال بتاع 02 عادي اللي هو الماتيريال اللي فوق، بس لازم نلغي ده ونيجي هنا نخليه مثلا اسود او اي حاجه انت عايزها. ده حاجه يعني ملهاش لازمه، بس احنا عشان الصوره اللي احنا جبناها كان فيها الحركه دي فقلنا نعملها يعني. ونزود الميتاليك. بس كده يا ماما. ممكن نقلل الميتاليك شويه. ده بالنسبه للازازه. ده بالنسبه للازازه. طب ايه بقى الحاجه التانيه الناقصه؟ ناقص اللوجو. طيب هنعمل ايه في اللوجو؟ هنيجي هنا نجيب اللوجو، لازم اخليها سوليد عشان الكمبيوتر يبقى خفيف. الكمبيوتر عندي مفهوش كارت شاشة، فعشان كده يعني ايه الدنيا تقيلة معايا شوية. وبعدين عايزين نحط اللوجو، نضغط على 1 وبعدين شيفت ايه ونيجي نجيب الصورة بتاعتنا. ادي اللوجو اللي احنا هنحطه. بعدين جي زد، خليه هنا مثلا، صغره شوية. من فوق جي واي، نحاول نخليه قريب قدر المستطاع من الشكل اللي احنا عايزين نحط عليه. احنا اللوجو هنا هنعمله معاملة كأننا لازقة، عايزين نلزقها على الازازة ستيكر كده. وبعدين كنترول ايه سكيل، كليك يمين. الاول خش كده كليك يمين، سبديفيجن، سبديفايد، كليك يمين، سبديفايد،
يعني ايه، انت وذوقك يعني. اعتقد كده كويس. نرجع تاني ونيجي هنا نختار شرين كلاب، ومن هنا تحدد الازازة. طيب انت عايز تشوف بقى احنا بنعمل ايه، بص كده اللوجو، بس هتلاقي تحس ان هو يعني داخل في الازازة شوية. هتيجي هنا تختار 0.01، هتلاقي برضه لا طلع كتير، خلاص 0.00 نص حتى، يعني تحاول تصغر على قد ما تقدر عشان تبقى منطقة، يعني تبقى منطقية شوية، بس كده. ممكن 0.0001 كده زي الفل. تمام. طبعا الحاجات اللي ورا دي بتختار اللون اللي انت عايزه. نيجي هنا شادو، مش نسيف من هنا، تديها وليكن خليها حاجة كده، والكيوب اللي تحت برضو نفس الموضوع، اللون اللي انت عايزه مثلا انت بخيالك. وهتيجي هنا دي نويز طبعا عشان ترندر صورة كويس، وتيجي تحت وتخلي دي مثلا خليها فيلمك، وهنا تخليها هاي، بقت معاك بالشكل ده. طبعا انت ممكن تغير دي عادي زي ما انت عايز، تشوف الشكل الاريح لك والانسب لك يعني. تمام. وترجع تاني للريندر وتعلي العشرة اللي احنا عملناها دي، تخليها مثلا 100، زي ما في ناس بتقول لك 128، ما عادي تخليها 128 129 زي ما انت عايز، بس عامة كل ما تزود ده بتأثر معاك في الريندر، الريندر بيبقى تقيل. ولو عايز تحسن من جودة الصورة بتخلي دي مثلا 200 أو 300 400 زي ما أنت عايز، هي تقريبا لحد 500، بتخلي معاك جودة الصورة دقتها كويس. وما تنساش تسيف كنترول اس، وإن شاء الله الفايل أو اللوجو والاتش دي ار هتلاقيهم موجودين تحت في الفيديو. طبعا الحاجات دي، حكاية الكلمة دي المفروض أقولها من زمان يعني، بس يلا أنت شغال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.